كان في وسيط كلم مسؤول نادي الزمالك وشبه التواصل مع مسؤول النادي اهلي جده السعودي ان الزمالك ياخد فيرمينيو لمده 6 شهور، ونادي اهلي جده هو اللي هيتحمل كل التفاصيل الخاصه بعقده، بس 6 شهور بس، لان اهلي جده كان عايز يطلع فيرمينيو من القايمه ويدخل لعيب تاني مكانه. الصفقه ما تمتش لان فيرمينيو كمل مع نادي اهلي جده، واهلي جده اضطر ان هو يوقع على اللاعب وما جابش حد مكانه. المفاجاه ان الموضوع لسه مكمل، وفيرمينيو اهلي جده بيفكر ان هو يمشيه في يناير، ونفس الاتجاه هو ان يتم التعاقد مع لاعب تاني مكانه. فتجددت الاتصالات تاني مع مسؤولين نادي الزمالك، وان اللعيب يبقى موجود في نادي الزمالك 6 شهور. الزمالك مش هيدفع ولا مليم، طبعا الاعاره مجانا وقيمه راتب اللاعب كمان مجانا، يعني النادي اهلي جده هو اللي هيتحمل الفلوس بتاعته. بس لسه الموضوع لحد دلوقتي كده يعني زي ما بتقول ايه بيستوي يعني. الوسيط يعني حتى الموضوع كان في اول السنه، هو في منيو يعني اتاكدت